مرحبا بكم عشاق كرة القدم. هل أنتم مستعدون للمعركة؟ لقد حان وقت تحديد أبطال أوروبا. ففي الدوري الأوروبي سيواجه باير ليفركوزن القوة الإيطالية أتلانتا في معركة ملحمية، بينما سيتنافس أولمبياكوس وفيورنتينا على لقب دوري المؤتمر في صراع لا يقل ضراوة. من سيخرج منتصرا؟ شاركنا توقعاتك في التعليقات أدناه. وبينما أنتم تكتبون، دعونا ننتقل إلى موضوع آخر قبل الانتقال إلى عناوين هذه الحلقة. يوكوهاما اف مارينوس والعين الإماراتي على موعد في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا. معركة تشتعل حدة ونيران الإثارة تلهب من سيسيطر على عرش القارة الصفراء. هل سيحقق مارينوس الفوز في أول جولة أم أن العين سيقرر التأجيل لموقعة الإياب؟ شاركونا توقعاتكم في التعليقات. ولفرصة الفوز ب$200 شارك توقعك مع وانكسبت واستفد من الهدية بعد أول إيداع لك. فقد تسجل من الرابط الموجود في أول تعليق مع إرفاق الكود الترويجي الظاهر أمامك في الشاشة، ولا تفوت هذه الفرصة الذهبية. جماهير باير ليفركوزن تشعل غضب روما على أنغام بيلاتشاو. إندريك لاعب ريال مدريد القادم يستفز خصمه باحتفالية كينغ كونغ في ليلة سحق ليفربول. وأشرف حكيمي في حرب ضروس في قلب باريس. المغربي بات في مصير مجهول في حرب طاحنة مع الخليفي، وصفه بأحقر النعوت. ومبابي مفتاح فرجه الوحيد. وأخيرا الجندي المجهول في ريمونتادا ريال مدريد أمام بايرن تم كشفه أخيرا. مشهد ملحمي هز أرجاء ملعب باي أرينا، هتافات مدوية وأعلام رافعة رسمت لوحة فنية رائعة عبر من خلالها جمهور باير ليفركوزن عن فرحته الغامرة ببلوغ نهائي الدوري الأوروبي بعد إقصائه لذئاب روما في معركة حماسية اتسمت بالإثارة والتشويق. لحظة عصيبة عاشها الفريقان، حيث تقدم روما بهدفين مبكرين صعب على أصحاب الأرض مهمة العودة، ولكن الأسود لم يستسلموا، بل قاتلوا بشراسة وروح معنوية عالية، وتمكنوا من قلب النتيجة خلال 8 دقائق فقط ليتعادلوا بهدفين في كل شبكة ويحسموا التأهل بفضل فوزهم ذهابا في روما بهدفين. وإذ تدوي صافرة النهاية انفجرت الجماهير فرحا مرددة أغنية بيلاتشاو الثورية، والتي اتخذت رمزا لتحدي الصعاب والانتصار على المستحيل. وشاركهم لاعبون هذا الحماس مشكلين لوحة رائعة من التلاحم بينهم وبين جمهورهم. إنها ليلة لن تنسى في تاريخ باير ليفركوزن، ليلة عبرت فيها جماهيرهم عن شغفها وحبها لفريقها، ليلة أثبتت فيها الأسود قدرتهم على مقارعة كبار أوروبا وتحقيق الإنجازات. فلنبارك لباير ليفركوزن هذا الإنجاز المستحق، ونشجعه على مواصلة مشواره المضفر في نهائي الدوري الأوروبي ليرفع الكأس ويثبت للعالم أجمع أنه قوة لا يستهان بها. معركة ملحمية أخرى وليلة لا تنسى، هكذا يمكن وصف ما حدث في ملعب السانتيناريو بالأمس، حيث سحق بالميراس خصمه ليفربول الأوروغواياني بخماسية ساحقة في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لكأس الليبرتادوريس. بتحقيق هذا الفوز خطى بالميراس خطوة كبيرة نحو التأهل إلى دور 16 من البطولة، حيث تصدر المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، متقدما على انديبندينتي وليفربول بنقطتين لكل منهما. لم يرحم بالميراس أصحاب الأرض، حيث انهالت الأهداف على شباك ليفربول كسيل جارف. افتتح رافائيل فيغا التسجيل في الشوط الأول قبل أن يطلق فيغا وإندريك ورونيلسون وباربوسا وغوستافو غوميز العنان لإبداعهم في الشوط الثاني، محرزين 4 أهداف متتالية حسمت النتيجة لصالح بالميراس. لم يكن التألق على أرض الملعب فقط هو ما يميز إندريك في هذه المباراة، بل خطف الأنظار باحتفاله المثير للجدل بعد تسجيله للهدف الرابع، حيث قام بتقليد حركة كينغ كونغ الشخصية الخيالية الشهيرة، مما أثار غضب لاعبي ليفربول الذين حاولوا الاعتداء عليها. وفي تصريحاته بعد اللقاء قال إندريك: لقد ظنوا أن الأمر كان استفزازا لهم، لكنني تمكنت من التحدث معهم باللغة الإسبانية. 3 منهم يفهمون الأمر جيدا والباقي ليس كثيرا. أنا أحب فيلم كينغ كونغ، هذا كل ما في الأمر. يقصف أشرف حكيمي نجم المغرب بوابل من الشتائم والسخرية من قبل جماهير باريس سان جيرمان،
حرب ضروس أشعلتها خيبة أمل الإقصاء من دوري أبطال أوروبا، وتلقى حكيمي قسوة اللوم وكأنه وحده المسؤول عن هزيمة الفريق. تنمر لا ينقطع واستهزاء لا يرحم وتقليل من شأنه، هكذا باتت حياة حكيمي اليومية في باريس، لا ينجو من لسان حاقد أو قلم مسموم، حتى وصل الأمر ببعض الإعلاميين إلى مهاجمته دون رحمة على الهواء مباشرة. أين ذهبت روح التشجيع يا جماهير باريس؟ أين الاحترام للاعب قدم كل ما لديه؟ هل تحول حكيمي إلى عدو بين ليلة وضحاها؟ شاهدوا معنا إلى أين وصل المطاف بجمهور وإعلامي باريس، ثم سندعكم تقفون مذهولين أمام ما يحصل بينه وبين الخليفي. Tu rajoutes Hakimi et Nuno Mendes, parce que Hakimi, à un moment donné, c'est bien. Ouais, tu vas à 10 000, t'as la 86 à chaque fois, c'est extraordinaire, toi l'attitude, t'y vas, etc. Mais techniquement, il y a des passes. Mais le mec, il lance sa jambe comme ça au milieu de terrain, il n'y a aucun contrôle, il n'y a aucun contrôle. Quand tu revois Maxwell latéral de l'autre côté du Paris Saint-Germain dans ses belles années, et tu vois Hakimi techniquement, mais tu prends un 3-5-7 et tu te le mets dans la tête. الحرية، هذا ما يطمح إليه حكيمي، الهروب من سجن ذهبي فرضه عليه ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان. أشهر قليلة تفصله عن الخلاص من جحيم باريس، لكن الطريق محفوف بالمخاطر. حرب ضروس تنتظره مع الخليفي، حرب من أجل الحرية والكرامة. هل ينجح حكيمي في كسر قيود باريس أم سيجبر على البقاء في سجنه الذهبي؟ ريال مدريد الحلم القديم الذي يراود حكيمي، هل حان وقت العودة إلى أحضان النادي الذي نشأ فيه؟ هل سيكون ريال مدريد طوق النجاة الذي ينقذه من جحيم باريس؟ صديقه كيليان قد يمد له يد العون، شرط واحد فقط يضعه النجم الفرنسي: تواجد حكيم معه في ريال مدريد. فهل ستنجح هذه الصفقة أم ستبقى مجرد سراب في صحراء الأماني؟ المصير مجهول، المستقبل غامض، لكن حكيمي لن يستسلم. إرادته قوية وعزيمته صلبة، سيخوض هذه الحرب بكل ما أوتي من قوة، سيدافع عن حقه في الحرية وسيسعى جاهدا لتحقيق حلمه. هل سينتصر حكيمي في نهاية المطاف؟ ستخبرنا الأيام القادمة. يلفظ القدر حكما قاطعا، ريال مدريد ميت. على حافة الملعب يقف طونجيل متخلصا من زيه الرياضي المعتاد، متسلحا بقبضتين محكمتين وعزم لا يقهر. لا يزال في طور التطور، روحه تتوقف على إيمان لا يتزعزع. دون كارلو هادئ كعادته، يصغي بانتباه لرسالته الدايفد الإلهية. خوسيليو داي ينصاع مطيعا، فهو ليس من أصحاب الملايين ولا نجم ساطع، بل مدريدي مخلص منذ فجر ولادته. دقات الساعة تقترب من موعد قاتم، أبواب الملعب تشرع أبوابها على مصراعيها. المدرج يتحول إلى ساحة معركة حاسمة. الكوليسيوم يشير بإبهامه نحو الأسفل، حاكما بالموت على خصمه. وسط هذا الجنون يتشبت مشجع بشعار النادي، يقبله بعشق لاهب، متعلقا بأقدس ما يملك. إيمان راسخ يغذيه الإخلاص والفداء. يقف بايرن ميونخ العدو اللدود وكأنه رمز ضروري لوجود الخطر والمواجهة. ناتشو ابن هذا النادي يجسد روح ريال مدريد بكل ما فيها من شغف وتضحية. قد لا يصدق العقل ما يحدث، لكنها ليست معجزة إلهية، بل إيمان راسخ يتجلى في أروقة هذا الملعب المقدس. روديغير الذي اعتنق المدريدية مؤخرا يتلقى عنقا من لوكاس، حاملا معه رسالة واضحة: هذا هو ريال مدريد يا عزيزي طوني. في هذا الملعب يتحول كل لاعب إلى لعبة في يد القدر، تبت فيه روح الأمل وتشعل فيه نار الإيمان قبل أن تواجهه بالموت في معركة لا هوادة فيها. جنون حقيقي يسيطر على المصحة العقلية. هكذا هو ريال مدريد، حيث يصبح المستحيل ممكنا، والإيمان هو السلاح الأقوى.